القطري لم يظهر بالصوره المطلوبه اللي ممكن تسعفه انه يروح بعيد في البطوله، اللي يكون منافس في البطوله. نعم. يمكن هو بالمباراه اعتمد على 3-5-2 الاسلوب اللي كان يلعب به سانشيز، يوسف عبد الرزاق ومحمد وعد لعبوا جانبين ولعبوا 3 لاعبين بالعمق، وايضا الاعتماد الكلي على اكرم عفيفي والمعز علي. اكرم العفيفي اللي يلعب حر يعني بدون واجبات، ينتقل في المساحات، والمعز علي قدراته البدنيه. يعني اعتماد كلي اعتمدوا على هذه الحاله. بنفس الوقت الفريق اللبناني الشوط الاول لعب ب5 مدافعين، لعب ال5-3-2، لعب بواقعيه، لكن بالتالي دائما الخبره، نوعيات جوده اللاعبين ايضا تفرق. يمكن الهدف اللي تسجل في نهايه الشوط الاول ساعد الفريق القطري ان يلعب بالشوط الثاني باريحيه، ايضا تسبب في اخطاء تنظيميه بالحاله الدفاعيه للفريق اللبناني، بالتالي كانت نتيجه عريضه ممكن تساعدهم في الفتره القادمه. لكن لو اذا نتكلم على فريق ممكن يكون منافس للبطوله، اعتقد ان الفريق القطري ينقص الكثير في هذه البطوله. طيب. نعم استاذ. كابتن خلف، نتحدث تكتيكيا عن هذه المباراة. المدرسة الكرواتية رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان، والمدرسة